الرحمن الرحيم. ازيكم يا وزويز، عاملين ايه؟ معانا هنا بصله صغيره مبشوره، ولما ببشرها على اخر حاجه الدرجه دي، مش عايزاها على المكان اللي بيطلع فيه البصل عريض، عايزاه ايه زي المطحونه في المكبه يعني. معلش اعذروني، تعبانه شويه، عندي برضه تعبانه شويه. هنعمل النهارده بانيه، وهنعمل نحمر شويه بطاطس. اكله كده حلوه يعني، انا عندي الولاد بيحبوا الاكله دي قوي، عندهم كلهم ياكلوا الاكله دي زي كده زي السمك. باخد لها بيضه واحده بس، ولو مش حابه تعمليها ببيض ولا ببصل بتعمليها بزبادي، علبه زبادي وتحطي فيها كل التوابل اللي انت عايزاها، بتغني برضو عن ده كله. لو انت مش حابه البيض او ما بتفضليش البيض، في ناس ما بتفضلش البيض في الاكل. حط بس البودر، شويه بابريكا، هنا معايا شويه كاري على كركم، هحطهم على بعضهم، فلفل اسود، شويه بهارات خفيفه. انا ما بحبش احط كزبره، وما بحطش ملح لما البانيه بيطلع، عشان الفيجيتار ساعات بيبقى فيه ملح، لما باجي اعمل بالفيجيتار بيبقى فيه ملح، اللي هو دوت، هو اصلا بيجي بيبقى مملح، فعشان كده ما بحطلوش ملح الا بعد ما بسوي بعد البانيه بيطلع وسيكه وسط الطيب. ونرقل البانيه فيه ونكيسه ونسيبه يرتاح شويه لحد ما نيجي ناكل. وبنعمل جنبيها سلطه طحينه، حابه تعملي سلطه طحينه، حابه تعملي سلطه خضراء، ده اختياري ليكي. حابه بقى تعملي رز بانيه جنب رز بانيه، رز بسمتي جنب البانيه براحتك، تعملي مكرونه، تعملي بطاطس، برضه ده اختياري. تعملي سندوتشات برضه بتبقى جميله جدا وتحفه. بس هنرقد البانيه ونرجع لكم واحنا بناكل. خلصنا كده البانيه وهنسلفنه. على فكره انا ساعات بعمل الخلطه ديت، بعملها الاول واحطها في الثلاجه من بالليل، وكل ما تقعد في التتبيله بتتشرب، بتبقى افعم واجمل، بتتشرب من البصل بقى والتتبيله كلها بتبقى حلوه. بس هنسيبها كده بقى لحد ما نيجي نعملها. وكده احنا تبلنا البانيه اهوت، وهنقلي القليه مكان البطاطس. بسم الله. انا حاطه التتبيله ديت شويه بقسماط مبشور، لو عندك بقسماط تبشريه تعمليه في الكبه او تدوقيه، وعايزه تعملي فيجيتار بس هتعملي فيجيتار بس براحتك يعني. وعملت فيجيتار بس خلي بالك ان العجينه بتبقى زي ما قلنا مليانه ملح، فما تملحيش الا لما تدوقي حاجتك الاول. وحطينا هنا شويه بصل بودر وثوم بودر، شويه بابريكا صغيرين. ولو عايزه تتبلي، في ناس بيتبلوا البانيه دوت، تتبليه قبل مثلا ما تقلب نص ساعه او ساعه او نص ساعه، وتحطيه في الفريزر شويه، حسب دي رغبتك انت يعني. وهنا احنا بنحط البانيه، احنا ما بنقلبش، بنستنى عليه شويه لما نحس ان هو احمر، فبنقلبه الناحيه الثانيه عشان ايه التتبيله بتاعته ما تقعش. نرجع لكم تاني. وهنا البانيه اللي احنا حطيناه اتحمر ولا الناحيه الثانيه. ولو عايزه تحطي شويه ربع معلقه نشا، عشان لو حاطه انت زبادي ولا حاجه حطي نص معلقه نشا او ربع معلقه نشا، ما بيجراش حاجه يعني. احنا بنعمله لحد ما بياخد اللون دوت معانا. اهم حاجه تصبروا عليه في التقليبه بتاعته، يكون الزيت سخن
عايزاني تحطي البانيه والزيت ما يبقاش سخن. بسم الله. هنخلص بقى الكميه ونرجع لكم تاني. كده البانيه بتاعنا خلص معانا اهو. وبص طالع سليم وجميل ازاي، مكوش طعمه عامل ازاي، زي العسل. ودوت انا غمقته في الاخر وحطيت عليه شويه فلفل اسود بس عشان عارفه ان البانيه التتبيله بتاعت البانيه الفيجيتار عليه كمون مملح يعني، فدوت الوحيد اللي عليه فلفل اسود بزياده. اتفضلوا اتغدوا معانا بالهنا والشفا على اللي ياكلوا، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. والحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول لنا ولا قوه. السلام عليكم.